عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تعرض النجم الدولي الجزائري ونجم وسط ميدان المنتخب الوطني إلى إصابة خطيرة وخطيرة جدا أنهت الموسم الكروي للاعب الدولي الجزائري. للأسف بالفعل أنهت موسمه الكروي قبل نهايته، ونظرا لهول الإصابة ومقاطع الفيديو التي انتشرت من المباراة التي أصيب فيها اللاعب أحمد القندوسي، جعلت اللاعبين جميعا فوق أرضية الميدان يمسكون رؤوسهم من هول الإصابة. طبعا الإصابة تعرض لها في مباراة جمعت فريق كليوباترا الذي ينشط معه اللاعب أحمد القندوسي ويحترف معه في مصر ضمن مباريات الدوري المصري ضد نادي فاركو. طبعا بدون إطالة، هذا النوع من الإصابة يعتبر إصابة خطيرة وأدت إلى إجراء عملية جراحية وتدخل طبي بإجراء عملية جراحية سريعة للاعب ونقله إلى المستشفى. نوع العملية الجراحية كانت هي عبارة عن مسمار نخاعي يثبت بالطول داخل العملية المكسورة، داخل العظمة المكسورة من أسفل الركبة حتى الكاحل، ويساعد في الحفاظ على استقامة العظم أثناء التعافي. إذا هذه نوع العملية الجراحية والحمد لله التي كانت ناجحة. بالمقابل اللاعب أحمد القندوسي تضامن معه المصريين بمختلف أطيافهم الاجتماعي، وهذا الذي أثلج صدور الجزائريين وأنسانا في هول الإصابة، وربما جعل اللاعب أحمد القندوسي أيضا معنوياته ترتفع، وعلى الأقل معنويا يكون جيد في ظل هذه الإصابة الخطيرة التي أبعدته عن الميادين. إذا نبدأ مباشرة بتضامن النائب المصري محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري. زار اللاعب في أحد المستشفيات المصرية، في أحد مستشفيات القاهرة أين يتواجد اللاعب الدولي الجزائري، وحرص على تقديم كل الرعاية الصحية للاعب وتمنى له الشفاء العاجل. أيضا أحمد الغندور الإعلامي المصري كان قد بث حصة تلفزيونية عبر قنوات المصرية، تضامن فيها مع اللاعب الدولي الجزائري أحمد القندوسي وقدم له كل الدعم، وحيث شاهدناه متأثر جدا بإصابة اللاعب الجزائري وتمنى له الشفاء العاجل. في لفتة جميلة أيضا، لاعبي فريق الأهلي المصري ونجوم الأهلي المصري تهافتوا على زيارة اللاعب في المستشفى، يتقدمهم النجم أحمد الشحات وإمام عاشور، إضافة إلى مروان عطية، حيث كانوا متواجدين وأرادوا أن يتواجدوا بالقرب من اللاعب، وشاهدنا علامات التأثر بادية على وجوههم. وأحمد القندوسي طبعا أكيد كان سعيد بهذه الزيارة. لا حتى والمفاجأة أنه اللاعب الذي تعرض للاعب الجزائري بالإصابة هو لاعب تونسي أيضا كان متواجد في المستشفى، حيث وصلتنا بعض الأصداء أن اللاعب أحمد القندوسي كان قد، طبعا معروف أحمد القندوسي بطيبة قلبه وأخلاقه العالية، كان قد سامح هذا اللاعب حتى قبل وصوله إلى المستشفى، كان قد سامحه. وهذا اللاعب الذي أصابه كان متواجد أيضا مع أحمد القندوسي، وقام بزيارة اللاعب رفقة لاعبين آخرين من فريق فاركو. إذا نتمنى الشفاء العاجل للدولي الجزائري أحمد القندوسي، ونقول له صبرا على هذا الابتلاء، وبإذن الله تعالى سوف تعود للميادين في القريب العاجل. شكرا للمتابعة، لا تنسوا الضغط على زر لايك ومتابعتنا ليصلكم كل جديد.